صباح الفل والياسمين على احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه في الصيام دي يا ولا؟ يلا ربنا يعيني ويعينكم ويتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يا حبيب قلبي جايلكم فيديو جديد ويوم جديد يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده يا رب. اللي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناه يوميات ام العيال. تمام يا حبيب قلبي، اول حاجه كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي الفيديو بتاعنا يا حبيب قلبي. عملت ايه النهارده يا ام سما؟ هوريكم يومي يا حبيب قلبي ماشي ازاي بامر الله، ومش الحمد لله بخير وبشر، والحمد لله مش على خير الحمد لله. بص يا حبيب قلبي، اول حاجه دخلت بقى ايه المطبخ كده. دي المواعين بتاعت امبارح. والله يا ولاد انا امبارح اقسم بالله انا كنت متبنجه ولا دريت بالدنيا. فطرت من هنا وصلت المغرب بالعافيه والله العظيم ونمت. ما صحيتش الا على السحور، وصليت العشاء مع السحور والفجر. ماشي يا حبيب قلبي. دخلت كده المطبخ يا حبيب قلبي، غسلت المواعين بقى. بصراحة كنت قايمة كده شايلة هموم وكده، بس الحمد لله جت قرفتهم حلوة زي العسل. غسلت المواعين زي ما انتوا شايفين، وغسلت الحوض وغسلت البوتاجاز. وايه ونعمل بقى بواقي الاكل بتاع امبارح، البواقي اللي موجود. عصقت اللحمه يا حبايبي وطلعت اللبن من الفريزر عشان يفك معانا اهو. يعني الكلام ده كان الصبح بدري يا حبايبي. ودي بواقي الكوبيبه والدكر البط بتاع امبارح. مش هنرمي حاجه طبعا، هنقضي بيه النهارده. وهنعمل جنبها سلطه مكرونه بشاميل. ودي سمبوكسه كانت فايضه من امبارح برضو معاكم. ودي بقت صينيه الكنافه يا حبايب قلبي برضو اللي بايته برضو من امبارح. هنعمل لها اعاده تدوير وهنعمل احلى كنافه بالمانجا. والمانجا برضو حبيب قلبي طلعتها من الفريزر وقطعتها زي ما انتوا كنتوا شايفينها حالا برضو كده. وايه وخرجت بقى ايه حاجتي كلها جاهزه اهي بقى. خرجت بقى بعد ما ايه بعد معاناه طبعا من اذان الفجر وانا صاحيه. وطلعت لطيوري وكنست مدخلي واللهم صل على النبي. وروقت حالي. جات بقى الساعه 11 كده، ما كنتش قادره بقى خلاص، مش قادره افتح عيني. كنت صاحيه من الساعه 4 طبعا. إيه اللهم صل على النبي. قمت ايه نمت لي ساعتين اتنين. قمت الساعة اتنين خرجت في الشارع قعدت شوية. جت اللي ايه القعدة خدتني بصراحة. الجو كان دافي والجو كان جميل. الساعة بقت 4:30. والله العظيم اقسم بالله نهار ابيض. ده انا ما عملتش صينية المكرونة ما جهزتهاش يعني ولا عملت حاجة. ندمت بصراحة لان ما جهزتش صينية المكرونة قبل ما انام. اتأخرت بقت الساعة 4:30 ولازم تبرد، وجوزي ما بيحبش الأكل ساخن. اعمل ايه والله. قمت مشغله العين كلها بتاع البوتاجاز، عين عليها الميه، عين عليها اللبن يفك، عين عليها الدقيق بالسمنه. اول ما حمرت الدقيق في السمنه كان اللبن فك. حطيت اللبن والمكرونه ايه هتتسلق في الميه. تمام يا حبيب قلبي. يا ست الشاطره بقى ايه تتجدعن كده يا حبيب قلبي. ما يكون في وقت زي دوت تتجدعني كده وتتصرفي بايه بكل عقل كده وحكمه، وانت هتخلصي بأمر الله. والله العظيم والله العظيم كانت الساعة 5:30 كنت مخلصة كل حاجة. اه والله كانت الساعة 5:30، يعني يعتبر ساعة. عملت المكرونة البشاميل وقلت السمبوكسة وسخنت الأكل، ويعني والحاجة اللي بتطلع أول بأول أغسلها وكده يعني. تمام يا حبيب قلبي. دي بقى المكرونة بشاميل يا حبيب قلبي. انا هو النص كيلو مكرونه. انا كنت قايله لكم النوبه اللي فاتت، بس كنت عاملاها بالايه بالفراخ. النوبه عاملاها باللحمه حبيب قلبي. صينيه المكرونه النص كيلو لبن. اللهم صل على حضره النبي. مع 4 معالق سمنه. 4 دقيق. نحط السمنه الاول، نحمر الدقيق، نحط اللهم صل على النبي. نحط ايه تاني يا ام سما؟ نسيت معلش. الصيام مهنجه والله من الصيام. يلا الحمد لله. والله انا بحب الصيام اصلا على طول، انا بصوم معاكم بس يلا. انا مهنجه النهارده تعبانه شويه. ماشي يا حبايبي. قمت حاطه ايه اللبن على الدقيق والسمن، وتقعدي تقلبي فيهم والفلفل الاسمر والملح طبعا. وتقلبي فيهم لحد ما ايه ما تشوفهم زي ما انتم شايفين كده. صفات المكرونه يا حبايبي. المكرونه ما المكرونه ما تصفها يعني ما تغسلهاش، تصفيها وتحط نصها في الصينيه. وتحط عليها شويه بشاميل من اللي احنا عاملينه. ما شاء الله كانت صينيه كانت عسل يا جماعه. والله العظيم كانت جميله. كانت سايحه كده وجميله. وقمت ايه حاطه المعصج ما بينهم. وقمت حاطه النص التاني من المكرونه. المكرونه انا بنبه اهو يا حبيب قلبي ما تتغسلش علشان خاطر تمسك في بعضها. ونحط النص التاني من المكرونه. وايه ونحط ايه عليها ايه بقيه البشاميل اللي موجود معانا. زي ما انتم مش شايفين يا حبيب قلبي البشاميل اللي اكتر يبقى على الوش، واللي تحت ايه نحط كام حاجه كده.
وعملت بقى ايه بيضة، بس ما شاء الله البيضة جت بصفرين ما شاء الله. صينية المكرونة وشها كان اصفر خالص من الصفرين، بس اعمل ارميه لا طبعا. جبت بقى بيضة يا حبيب قلبي، معلقة ونص كده قشطة، يعتبر معلقة هرمية زي ما انتوا شايفين. ماشي، قمت حاطة شوية الفلفل الأسمر، وقمت ايه رباهم في بعضهم كده، تحطهم على وش الصينية. يا سلام، هتلاقي مديك وش جميل 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 ما شاء الله. هي الصفار دي بسبب الصفران يا حبيب قلبي. قمت ايه موزعاهم كده على وش الصينية، وقوم حطها على فرن. قلت كل حاجة مستوية طبعا، فرن عالي، وقوم حطها تاخد وش، والأرضية تاخد لون. ماشي يا حبايبي، حطيتها بقى في الفرن في الايه في الرف اللي في النص. ونيجي نعمل ايه بقى، بقت صينيه الكنافه. مسكتها هريتها كده يا حبيب قلبي. انا عايزاكم الحاجه، الايام صعبه، مش عايزاكم ترموا اي حاجه، اي حاجه فننوا لها كده واعملوها. يعني ممكن كده دي كمان ايه نفردها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، بس انا هعملها في كوبايات. نفردها في الصينيه ونحط عليها طبقه الكريمه، ونقوم حاطين عليها المانجا. سهله خالص، وهتتاكل وهتتزق ايه، ومفيش حاجه هتترمي. ماشي يا غالية، جبت ايه كيسين ايه بقى كريم شانتيه كده لباني. قمت ماسكاهم ايه حط عليهم يعني يعتبر كوباية مية متلجة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي، لازم تكون متلجة علشان خاطر الكريم شانتيه ينجح معاكي. ماشي يا حبيبي، ممكن تجيبي بأي طعم انت عايزاه. وايه لو اللهم صل على النبي، ضربت الكريمة وركنتها. وايه واللهم صل على النبي، جبت بقى كنافة علشان خاطر اعمل ايه طبقات. طبقة معلقة من الكنافة، معلقة من الكريم شانتيه، معلقة من كده من اللي اسمها ايه من المانجا. وتمشي الحكايه وهتزق الحكايه كده كده كده. الكنافه احنا حاطين لها الايه السكر بتاعها وكده. ولا هتقعدي بقى ايه تحمري في كنافه، ولا تحت الشوايه، ولا كل شويه تفتحي الفرن وتقلبي تحت الشوايه، لا. الكنافه البايته عندك اعمليها كده. وممكن برضك البسبوس تهريها برضك وتعمليها كده برضك. يعني ايه اعملي اي حاجه ايه بايته عندك كده، باي حاجه بتحبوها. ممكن تتعمل بالفراوله برضو، مش لازم المانجا، ممكن برضك بالفراوله. هتبقى والله العظيم كوباية مانجا تخبط في النافوق والله العظيم. جوزي والله العظيم بيقول لي مفيش كمان. قلت له بقى هي دي اللي هو دي اللي بايت، هبقى اعمل لكم بامر الله كتير بامر الرحمن. هيبقى من ايه من بابها بامر الله. اعمل ايه كنافه كتير، نص كيلو كنافه كده على بعضه، وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ماشي يا حبايب قلبي، من جمالها ومن حلاوتها والله هتحبوها قوي قوي قوي، والعيال هيحبوها. وايه وكده ما رمتش اي حاجه. ماشي، حطينا كمان معلقه اهو من الكريم شانتيه ده اخر طبقه بقى يا حبايب قلبي. ونحط بقى ايه، اللهم صل على النبي، هنحط المانجا دي اخر حاجه. ونقوم مسحينها ايه لو كان في حله حواسه من فوق كل كده ولا حاجه، امسحها عشان الكوبايه ايه العين بتاكل قبل ايه قبل البطن. دي شفت بقى المنظر العام عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا بنتي يا ام وسام. مفيش بقى تسلم ايدك يا ام وسامه. لو وصلت هنا معايا بقى للفيديو، ايدك تمس الكعبه السنه دي يا رب. يلي تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام العيال. ماشي يا حبايب قلبي. ما شاء الله عملوا 6 كوبايات، احنا 6 انفار، كل واحد خد كوباية. جينا بقى ايه علشان خاطر بقى نسيب المطبخ نضيف. انا والله والله كل يوم ابقى فطرانة، مبقاش مخلية طبق ولا معلقة وسخ في قلب الحوض. كل يوم قبل الفطار طول ما انا بطبخ اغسل. والله العظيم انا غسل المواعين ده اهي اخر ربع ساعة. كان فاضل ربع ساعة على اللهم صل على النبي، على الأذان هقف لا اغسل البيت ايه المواعين. وبرضو غسلت البوتاجاز بتاعي برضو، لمعته عشان يبات نضيف. وكنست الأرضية عشان حاجة اترمت كده ولا كده برضو نكنسها. نفضت السجادة وقمت كنساها. وغسلت بقى ايه المواعين وخلصتها زي ما انتوا شايفين كده. شفت اهو ما شاء الله ما شاء الله. المواعين مغسولة والبوتاجاز معمول. وبسخن بقى ايه القرصين الكبيبة اللي كانوا بايتين امبارح. والبوتاجاز برضو لمعته. شوفوا ما شاء الله يا ولاه. مخليه مخليه المطبخ فل قبل الفطار عشان ابقى قاعدة ايه بالي مرتاح كده. ماشي يا حبايب قلبي، وصبت بقى ايه التمر معاكم. التمر ده جوزي بيجيبه جاهز كده، ما بعملوش في البيت يا حبايب قلبي. ما بعمله في البيت ما برضوش يشربوه، لو انه بيبقى صحي والله، بس ما برضوش يشربوه. يلا ايه ربنا يسترها. ودي بقى يا حبايب قلبي فطرنا النهارده القرصان الكباب البايتين. انا ما عملت الزفر ولا اي حاجه، حته الزفر في الفرن بين نسيت اصورها اللي كانت بايته بس.
ماشي يا حبايب قلبي، ودي بقى فطارنا يا حبايب قلبي، واشوف وشكوا على خير. ودي اخر الفيديو يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.